السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معكم محمد المحلاوي صاحب شركه MG الاستثمار الزراعي بالفرافره. النهارده احنا في ارض التلاوي. ارض التلاوي انا كنت ببيع ب6 عشان برضو محدش كل هيشوف الفيديوهات هيزعل، تمام؟ وبعدين رفعنا السعر ل7.5 عشان انا معايا شركاء، واحنا رفعناه دلوقتي ب8. يا محمد هي ب8؟ هي ارض دي ب8؟ لا، انا بوريكم. دي ارض التلاوي ب2000 فدان. في ناس اشترت مننا وزرعت خلاص، زرع. في واحد الشيخ احمد الله يوسع عليه واخد الارض وزرع تين شوكه اهو. التين الشوكه ده ممكن تقول سنه ونص، كبيره قوي، بس الشيخ احمد مش مهتم قوي، وكان فتره مش معاه العمال يعني. المفروض كان وقع البشاير دي، هو ما وقعهاش، بس هو جاب واحد يعني محترم اهو شغال بيوقع برده معاه البشاير دي وبيهتم بالحاجه دلوقتي. تين زي ده السنه الجايه بسم الله ما شاء الله الفدان مش اقل من 40,000 جنيه انتاج. خلي بالك ممكن في السنه السادسه مش اقل من 200,000 جنيه. يعني ايه ده؟ بيجيب 1000 عدايه. انت فاهم؟ يعني الاستثمار الزراعي انت هتصرف كام؟ هتكلف يعني انت لو خدت مني الفدان ب8 هتصرف كام يعني؟ ابير وطاقه والكلام ده تصرف 50,000 ممكن تجيبهم في سنه. فالاستثمار الزراعي هو احلى استثمار. قلتها قبل كده، حط 50,000 ابقى اشتري بقى شقه. هتجيب 50,000؟ مفيش 50,000 هتجيب شقه خلاص. لكن ممكن ب50-60,000 هتجيب لك فدان، تمام؟ طيب يا محمد فين ب50-60,000 ده؟ ما انا عندي يا جماعه اللي هو الارض الثانيه اللي هي جنب الفرافره، اللي هي 6 كيلو من الفرافره، انا ببيع ب59 جاز على الزراعه، بير وطاقه وديزل. واحد يقول لي لا يا استاذ محمد دي خباطه، وبقول الخباطه مش حلوه في الفرافره. فعلا الخباطه مش حلوه في الفرافره، بس حلوه جنب الفرافره، لان جنب الفرافره وش الميه عالي. احنا عملنا بير السنه اللي فاتت 290 متر طلع زاد 2 بوصه. فاحنا بنقول ايه؟ بنقول انت مستثمر، تعالى خد لك 100 فدان فاضي ب 8,000 جنيه الفدان، الله يسهل لك، ربنا هيرضيك منه، تعمل لك بير وطاقه وتشتغل. طب انا على قد يا محمد عايز 5، تعالى خد بقى في الجاز. طب ممكن تديني 20 فاضي واعمل مثلا بير على قد كده. الكلام ده ينفع في الواحات، ما ينفعش في الفرافره. هنا استثمار، بير على 100 فدان او بير على 200 فدان. ممكن تعمل بير بريمه على 150 فدان، لكن صعب. بير خباطه لازم على 100، ممكن على 50 في الاراضي القديمه المتقننه، بس اساسا هي مش هتتقنن الا يكون على بير. يعني كان ممكن واحد لقى حته كده 50 فدان كان يعمل عليها بير ويروح يقننها، كانوا بيقننوها. دلوقتي الكلام ده اتمنع. اي ارض ما ينفعش تشتغل فيها الا لما يكون لها ورق. يعني في الوضع اليد يا محمد بيتباع وما زال في اراضي وضع يد، بس هو يقول لك ايه؟ لو خدتها اوعى تحط ايدك فيها، تتحبس ثاني يوم، يجوا يكسروا لك الطاق ويهدموا لك البير وتتحبس ويجيبوا لك عليك غرامات. خدت وضع يد؟ خدتها، اروح اعمل لها ورق بقى للدوله. ليه بقى؟ لان الدوله لها حق فيها، هو خد يعني ايه وضع اليد عنها. يبقى احنا اتكلمنا النهارده عن 3 حاجات. الارض اللي هي بورق ام 8000 دي مزاد قديم، مزادها كام يا محمد؟ 1700 جنيه. واتكلمنا على الارض ام 59 الجاهزه على الزراعه بتاع محمد محلاوي اللي جنب الفرافره. طب ما عندكش بير بريمه يا محمد؟ عندي ب85 4 كيلو من قريه 13 بير وطاقه وديزل. تزرع بكره. بص انا مش هقول لك زي ناس تانية ادفع عربون او ادفع لك 50% والباقي على 6 شهور وتعالى 3-4 اشهر هتلاقي الدنيا جاهزه. لا لا لا، قعدك سنه و2. انت عايز تاكل عيش تروح لواحد، يا اما تاخد حاجه تعملها، يا اما تاخد حاجه تزرع بكره. ازيك يا عم الحاج؟ اهلا وسهلا. انت اسم حضرتك ايه؟ اسمي احمد. ازيك يا عم احمد؟ اهلا وسهلا. الشيخ احمد زرع ايه هنا غير التين؟ ان شاء الله احنا زارعين هنا برسيم حجازي، وهنا شعير، وهنا غله. خدت بالك؟ وان شاء الله بنجهز للكمون والغله برضه. يعني الارض دي ينفع فيها كمون وبرسيم حجازي؟ كمون وبرسيم حجازي. برسيم حجازي اهو. اللي هنا كبر كده، بس لو كبر عكس الشمس، كبر كده. مش ده بيت عم رمضان؟ كبر كده. هو كان زارع ذره قبل ده باين. عم رمضان كان زارع ذره. بس هو خلفها بقت موالد. مش باين يا عم محمد البرسيم. خلاص مش مشكله. لا البرسيم بعيد مش هتعرف. طيب انت بما يرضي الله ان شاء الله. والله انا اول مره اقف معاك، صح كده ولا انا مرتب معاك قبل كده؟ والله. طيب الارض
عايز يزرع نخل. لسبب الارض دي ناعمه. نعم. نعم شوف ناعمه ازاي. ده بحفر شويه كده. يعني عايز يزرع نخل بس تقول هتزرع كمون. يعني اعشاب تنفع، محاصيل تنفع، شجر، نخل، كل حاجه. طب هو عمل ايه؟ ده الفدان ده بتزرع ب 3000 ونص والشبك واسع، ده 3 في 5. فلو عمل ايه؟ صرفت كام؟ يعني شبكه 5000 ولا 7000 وصرفت 10000 ورويتهم بقالك سنه مثلا 200 وسميت مره ولا 2. ها؟ طب الارض يا جماعه لو انت فاشل بتزيد معاك. يبقى فكره الارض فكره رائعه. ب 60 نقال عليه 60 يبقى ال 10 فدان بكام؟ ب 600000 و10 فدان ب 600 يبقى 20 فدان ب1,200,000. ده كده هياخد له 30 فدان جاهز على الزراعه ويفيد معاه 200,000 من ال 2 مليون. ها؟ 8 فدان هناك ياخد له 30 فدان جاهز على الزراعه. ال 30 فدان دول بقى لو كل فدان جاب له 50,000 خلاص جاب ال 2 مليون وزياده. انت فهمتني؟ لكن اما يجي يبقى عنده فدان في بحري وقاعد جنبه، حرام عليك، هيجيب لك ايه؟ يجيب لك 50,000؟ هتاكل الثلاث اربع عيال دول ب 50,000 في السنه؟ عمرك. حرام عليك. يبقى انت عندك ارض وفقير. طب ما انت تبقى عندك ارض فدان ارض يخليك مليونير. ده شيء طبيعي. يبقى الطبيعي انك انت تسيب قبل وبحري وتيجي على الصحراء. وسع على الناس اللي هناك يا اخي. انت كابس على نفسهم ليه؟ انت قاعد بالفدان بتاعك ده بتعمل بيه ايه هناك؟ ما تبيعه يا عم وتعالى خد لك 30 فدان هنا جاهز. ما بقولكش خد 100 فاضي وبعدين ما تعرفش تعملهم بير وطاقه وتصليح وطرق، لان في مواويل كتير بير وطاقه وتصليح وطرق وديزل وغطس وترومبا ومواسير. قصه يعني. بس يعمل دول التجار اللي زي حالاتي بيرزق. عمل لك فدان وخد 3 4000 من خد 5 الله يسهله. ما هو رايح جاي وعنده عمال وعنده مهندسين. ممكن يعمل بير يطلع غلط، ممكن يجيب طاقه وهم شايلين حاجه تتكسر. الدنيا كل حاجه وارده. الكلام ده صحيح. فانت صحيح انت راجل مستثمر. تعالى الارض اهي ب 8000 اقسم بالله العظيم. جنبي بيبيع ب 15 وب 20 و25. 8000. عايز 100 يا محمد عيني، عايز 500 عايز 1000 عندي. طب عايز 1000 وبتخلص. يبقى انا دول ال 2000 فدان باقي معايا 1000 فيهم. تمام؟ يبقى الفدان بكام يا محمد؟ ب 8000 جنيه. ده ايه؟ بورق؟ بورق رسم من الدوله. طب انا عايز وضع يد وابقى اعمل الكلام. ابقى تعالى لي اشوف لك. لو في حد عنده ابقى اجيبه. طب التقنين الوقت قد ايه يا استاذ؟ دلوقتي الدوله يعني الدوله الجديد بقى غالي. كام يعني اقل حاجه الفدان. بص الدوله بقت بتاخد 50% من القيمه الايجاريه. كانت بتاخد مننا 15%. يعني لو فرضنا ان هم عملوا دلوقتي القيمه الايجاريه 12000 جنيه في السنه، يبقى في ال3 سنين ب 36000. تاخد منهم 50% من 36000 يبقى كام؟ حوالي 18000 على الفدان. 18000 على كام سنه؟ لا ده دول تعمل ورق تدفع 18000 اقل حاجه 10. لو انت امر مباشر وعامل يعني ده مزاج. يعني دي وقت. يعني في الميت كده، في الميت كده اللي خد ارض وضع يد وهيروح يخلصها من الدوله. هيخلص من 10 ل 18. من 10 ل 18 حسب الكميه. يعني انا مستثمر كبير ورحت دخلت على المحافظ وقلت له انا هزرع ال 2000 فدان دول. فهيروح هو منزل لي السعر شويه عشان دي صفقه. غير اللي واحد واخد 200 فدان المحافظه يقول له خش في مزاد وخدهم. طب المزاد اخدهم ازاي؟ المزاد عند اخر مزاد كان ب 12. فانت قول 12 وربع ومحدش غيرك في المزاد. مبروك. يعني 12 250 قيمه ايجاريه. طب تملكه ايه؟ تملكه بتطلع لجنه بعد 3 سنين تشوف المكان بتملك من 42000 ل 60000 حسب الموقع. قريب من الطريق، قريب من المدينه يقول لك 60، مش بعيد شويه يقول لك 40 42 في الحاجات. بس في ناس مفكره ان هو قيمه ايجاريه 12000 هيفضل يدفع 12000. لا، 12000 يفضل يدفعها لو هو ما زرعش عشان يتعاقب. هو ما زرع. عشان الدوله بتقول لك زرع. لا زرع يملك. زي هنا كده ملك. ده كده ملك، ده زرع ملك. ماشي تمام. ما زرعش يقول له ادفع قيمه ايجاريه. انا بقى بشتغل في الاراضي القديمه اللي هي ايه؟ قيمه ايجاريه 1000 ونص 2000.
زي بتاعتنا دي 1700. فاهمني؟ اللي جنب الفرافره 1500. بشتغل في الاراضي دي. اللي ما بحبش انا الاراضي اللي هي كام اجاريه 10000. هبيع ازاي؟ اروح اجيب فدان من الدوله دافع له 18000، هقول للزبون 20، يقول لك ده انت حرام، ده انا فلان سمعه بيبيع ب 15 وسمع فلان بيبيع ب 10. فانا لما اقول لك بقى ان دي ارض قديمه وب8، تقول الله يعينك يا محمد ده انت كويس، وانا مش كويس، انا رزقان حلو. فاهم؟ بس التجاره شطاره، تنقي وتختار. يبقى احنا بنقول لك افضل مشروع هو الاستثمار الزراعي. بنقول لك الخير اهو، هذا الدين الشوكي اهو، ده عم رمضان. هنا ده اسمه ايه اللي هو الرفيع ده اسمه ايه؟ وين؟ ايه؟ وين؟ ماشي. عدلان باين. يلا. وطه. المهم الناس هنا كلها زرع حاجات كتير. وعم رمضان كان زارع بطاطا في قلب الذره. ويعني كل الناس بتكسب وحلوه، والصحراء جميله، واحنا هنا معانا بتاع تليفون يرن في الارض، وبنجيب 2 كيلو طاقه، وفي البيت يبقى عندك نور وعندك تليفون، وميه البير 200 جزء في المليون تعرف تشرب منها. طب يا محمد فيها شويه بتاع ملوح؟ لا ما فيهاش ملوح، لكن فيها نسبه حديد. حط لك ايه؟ فلتر. انت بتشرب منها ولا حاطط فلتر؟ لا حاطين فلتر. حاطط فلتر. الشيخ احمد جايب لك فلتر. تعرف تجيب بيت الشيخ احمد، بس ما تجيبش المزرعه، هات البيت اللي ورا ده. ولا الشمس جايه عكسك. في واحد زارع ده ذره ولا ايه؟ ولا الشمس هتحوشك ايه؟ ده قصب. يا سلام، مين اللي زرعه؟ عم رمضان. عم رمضان واخد مني 40 فدان، الشيخ احمد 27. الناس كانت في ناس بتقول لي يا محمد ابقى قول لنا السي في بتاعك، يعني صور كده من الزراعات اللي انت اراضي اللي انت بعتها، ناس نجحت ناس فشلت، دي بالصدفه اهي، اعتبرها السي في بتاعي. تعال نصور. خلاص نصور حته البرسيم. طب يلا. بصوا يا جماعه الخير، عشان تعرفوا احنا بنشقى يعني في الجبل. دي الخيمه اهي، الخيمه دي بص كده، بنبقى حاطين يعني انبوبه مرتبتين، يعني مش هننام على الارض. وفي كشاف اهو بينور بالليل، ومعانا تليفوناتنا، واللي بيشيش بيشيش. احنا بقى هنا هتقولي يا محمد ما فيش حاجه ترس. يا جماعه الارض نظيفه، ما فيش حاجه هنا. لا لو في حاجه هتعمل مش هنام. دي بقى الايه؟ الخباطه. دي الخباطه. دول واحد شاري مني في الارض اللي هي جنب التلاوي، جبت له عم ياسر بيعمل له بير خباطه. البير خباطه ده بريم. الله، انت هتلخبطنا كل ما نفهم منك حاجه تلخبطنا يا عم محمد. الحاج ياسر ده محترم جدا وصنايعي، بيعمل بير خباطه بمواصفات بريمه، بحيث ان انت لو عايز تنزل عليه مستقبلا، لان البير خباطه ب 12 قطره 12 صح يا معلم؟ 14 البريمه 14 صح كده؟ فالبريمه مواسيرها لازم تبقى قويه 16 بار، الخباطه بتبقى 12 بار. فاحنا بنعمل بقى الخباطه بمواسير 16 بار القطر الكبير، وننزل بيها. هنا بنحفر البير قد ايه؟ 320، بس احنا ده هنجيبه 350 لان ده عاملينه بريمه. تمام؟ يعني انت يا محمد، طيب اللي بيجي ياخد ارض عندي انا بديله ارقام الناس بتوع الخباطات والبريمات واللي هو عايز يعمله، وهو ينقي الشخص اللي هو عايزه، وكل واحد يديله السعر. يعني انا ما بجبركش تقول تعمل معاه ساعه عند الحاج ياسر ويكون هو غالي اطلع انا بمصلحه. لا انا ما عنديش الكلام ده. النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ان هو من مشى في حاجه اخيه ساعه قضيت او لم تقضي خير له من اعتكاف 10 سنين. عشان كده انا بحب امشي. انا مكسبي من الارض بس، لكن لو مشيت لك 100 مشوار انا في ظهرك. طب انت مش عايز نمشي معاك ولا مشوار ولا مشي ولا حاجه. انا عايز الواحد ينجح، فاللي عايزني اساعده هساعده وامشي 600 مشوار. يا رب اكون انا كسبان منك 10000 جنيه ومشيتني 600 مشوار خسرتين. لا انا امشي. المقصود تعال يا محمد اهو، تعال. ده محمد ياسر، ده اللي هو والده صاحب الخباط. عامل ايه يا محمد؟
احكي لكم على حكايه. محمد كنت على البير اللي هناك اللي كنت عاملينه عندنا هناك اللي جنب الفرافره. هم جايين طالعين من البير، تعالى في الظل هنا عشان الشمس ما تجيش في عين. طالعين من البير، وبعد ما طلعوا قبل يعني خلاص هيطلعوا من البير وقعت الفاس. الفاس دي بتبقى طولها يجي 10 متر صح كده؟ كانت ايامها ب 85,000، دلوقتي بأغلى صح؟ وقعت في البير. طبعا الفاس دي مش زي الفاس بتاعت الفلاح، لا ده حاجه كده ايه؟ ايوه تقيله. فالمهم مش عارفين يطلعوها، قعدوا نجيب حد يطلعوه. قلنا لهم يا جماعه طيب انتوا حفرتوا البير اهو، نشيل نص وانتوا نص. قالوا لا لا لا، طب نديكوا حق الفاس. قال لك ولا جنيه. طلعوا من البير وما رضاش، وما كناش كاتبين عقد يعني في كده. وعلى فكره دول منين؟ مش هتصدقوا، من اسيوط والله العظيم. ناس كتير بتقول يعني اسيوط صعبه، بس انا عندي عم ممدوح شرف ارض ال 13 راجل قمه في الاخلاق. يا حاج ياسر من اسيوط قمه في الاخلاق. مش عارف، هي كل حته فيها الحلو والوحش عشان برضه من ايه. المهم تعالى يا محمد خش، تعالى خش. المهم ايه، العم ياسر الله يكرمه هو اصغر مني بالسن، بس انا من حب ليه بديله قدر كبير في الاحترام. قال لي مش هاخد منكم ولا جنيه، وحفر بير جديد تاني رغم ان كنت قعدت شغالين اكتر من شهر في البير الاولاني وما رضاش ياخد ولا جنيه. انا بقيت برشحها لكل الناس. الواحد في الزمن الصعب ده محتاج، كتير من الناس ممكن يحصل له دروب، يحصل نصيبه، فهتحمل ده ولا مين هيتحمل؟ لو واحد تاني كان قال له لا، حتى لو كتب عقد معاك يقول لك لا انا ذنبي ايه؟ شيل معايا. يعني لو كاتب في العقد، شروط في العقد ان انا مثلا لو حصل حاجه، اقعد يا محمد اقعد. لو حصل حاجه مثلا قال لك انا هشيل معاك، ممكن يجي يقول لك لا انا ذنبي ايه؟ ما انا حفرت اهو، كفايه عليا اللي ضاع، كفايه عليا الوقت، شيل معايا، صح كده؟ لكن الحمد لله فناس محترمه، ناس طيبه. فبقول لكم انا في ظهركم. اللي عايز خباط اجيب له، عايز بريمه اجيب له، عايز بتاع الطاقه اجيب له، عايز بتاع المواسير، المعدات، اي حاجه، ومش عايز منه حاجه. والله اقسم بالله انا طلبت من ابوك حاجه يا محمد؟ لا. والله ولا اطلب من ده ولا من ده. وعلى فكره لو طلبت من عم ياسر الدين، بس انا ما بحبش كده. ليه؟ انا عايزها اللي هي كان فيها انت اسمك ايه؟ تعالى يا محمد. برضه محمد؟ محمد صنايع شغال مع الحاج ياسر. يا مرحبا. بس ده محمد اقعد يا محمد. يا مرحبا يا هندسه. هحكي لك قصه يا محمد عشان القصه دي هتفيدك قوي. اتفضل يا هندسه. بيقول لك واحد رايح لواحد على ايام الصحابه يعني، قاعد في المسجد كده. فبيقول له كان معتكف في رمضان، فبيقول له سيب الاعتكاف وتعالى معايا الواحد. تمام؟ الشخص ده عليه له فلوس، ولو ما ادتنيش الفلوس هيبهدلني. فساب الاعتكاف وراح له. قال له معلش اخر الفلوس، ده هو قلقان منك ومش عارف ايه. فقال له بقى خليك تسيب الاعتكاف. طب ايه رايك لازم يجيب الفلوس دلوقتي؟ وراح مزعل. قال له لا، سمعت النبي عليه الصلاه والسلام قال، اللي هو الحديث بقى، من مشى في حاجه اخيه ساعه قضت ولم تقضي خير له من اعتكاف 10 سنين قائم بالليل وصائم بالنهار. احنا لو اعتكفنا العشر الاواخر من رمضان، ممكن تلاقي الواحد مثلا اعتكف لحد الفجر، ويقول لك اصلي الفجر واخد حجه وعمره، اقعد للشهور اخد حجه وعمره، يروح جاي سالم او باسم، يروح جاي يا باسم قاعد للشروق من بالليل معتكف، جه يدانا الظهر راحت عليه نومه في المسجد، او تلاقيه قال لك اجيب جزئين قران كمان لحد الساعه 10 ما صلاش الظهر. طب تلاقيه معتكف وما صلاش الظهر، ما هو ده في حرمانيه خلاص. فقصدي اقول ان حتى الاعتكاف ممكن يبقى بايظ. طيب مين يصلحه بقى؟ الاعمال الطيبه، اللي هو العمل اللي هو بدون اجر يا محمد. انت فهمتني؟ ان انا مشيت حاجه في الخير. انت ما فيش، ما انا بكسب من الاراضي، هتفيدني، هتضرني في ايه لما اكلم واحد واجيبه لك؟ هتضرني في ايه لو جيت زرته هنا وقلت له عامل ايه وعملت له فيديو زي كده دعايه؟ ما انا جاي اصور ارضي واعمل دعايه ليها. هيضرني في ايه لما اعمل له دعايه وهو كويس وانا كويس؟ هو يرشحني لواحد يقول ده محمد المحلاوي ده راجل يقوم الناس تكسب من بعضها وتبقى الحياه سهله. لكن على الصلاه والدقون ما كتير صلاه وكتير دقون. ما بقولش ما تصليش، ما بقولش ما تربيش دقنك، لا ده انا مربي دقني، ده سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. لازم الانسان يبقى ليه شكل كده، يعني شكل راجل كده خلاص. لكن ايه الاعمال اللي هي بتمشي فيها بدون اجر؟ الاعمال دي خطيره خطيره. الناس اهي شغاله اهي، لو بير باظ هيعمل لك واحد مكانه
وان شاء الله مفيش حاجه بتبوظ. ده هي ممكن مثلا تصدف كده كل 10 تبيار تلاقي يحصل مشكله. في البرمات برضه في كل حاجه كده، كل حاجه فيها اعطار. كل حاجه فيها اعطار. يعني الحاج راح الكفاح يعني. لا راحه اما يجي امانه تسلم لي عليه. ماشي. الارض اهي تربطها اهي، انت شفت زرعها، شفت وضعها، تمام. وديت عزيزه، وده الراجل اللي معايا في المكتب سالم، واسمه باسم على فكره. يعني هو ليه اسمين يعني عشان ايه؟ لو واحد ليه عندنا فلوس يبقى اسمه سالم، لنا عنده فلوس يبقى اسمه باسم. الخير اهو، ربنا يبارك فيكم. بقول لكم بقى تعالوا، الدنيا هنا حلوه. يعني ايه 8000 دول تمن نقلتين 3 رمل يعني بالعربيه الكبيره. ارض بورق، ما انت هتروح تجيب ارض بورق من الدوله دلوقتي يقول لك 15 20,000 بالميت 10. طب ما هي ب8 اهي وبورقها جاهزه. ها بقى ولا التاني عشان تجيب ارض بورق لازم تروح تجيب كروكي من وضع يد، تمام. فانا بقول لك الخير جاهز. وبعدين ممكن تاخد ارض في صحراء يعني بينها وبين العمار 100 كيلو 200 كيلو، دي احنا في بينها وبين العمار كلام فاضي 10 12 كيلو. والارض زي ما انتم شايفين كده كيلو من الاسفلت. يعني انت مش كانك في صحراء، كانك في حته عاديه. ايه لا ما تقطعش من حاجه حد حاجه. وبعدين لو قطعته دلوقتي هو دبلان ما ينفعش. انا مستنيكم في الفرافره، مكتبي في ميدان الشاشه، شركه MG. كان معكم اخوكم محمد المحلاوي. بص بقى الخباطه بتطلع طين من تحت. بصوا بتطلع طين من تحت اهي. شوفوا بتجيب اهي في خرطوم كده اهو بننزل. يفضل بقى شغالين كده مثلا بتاع شهر ولا حاجه. محمد اهو على الشغل. ابتسامه حلوه يا محمد حبيبي. الخباطه اهي. شفتوا بقى البير بيتخفر ازاي؟ نفضل بقى شغالين شهر ونص كده يتخفر البير. طلع الطين